بسم الله الرحمن الرحيم. معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا هو ثمرة للتعاون بين أهم دولتين في العالم الإسلامي. فالمملكة العربية السعودية بصفتها هي بلد الحرمين الشريفين التي هي مهوى أفئدة المسلمين في أنحاء العالم، وإندونيسيا بوصفها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. فجاء هذا المعهد ليكون ثمرة لهذه العلاقة بين هاتين الدولتين المؤثرتين في العالم ككل وليس في العالم الإسلامي. واقع الذي ينبغي أن نقوله إن المعهد يحظى بدعم الحكومتين، الحكومة السعودية والحكومة الإندونيسية. الحكومة السعودية يتمثل دعمها مشكورة في الدعم المادي والدعم المعنوي أيضا لهذا المعهد وتلبية احتياجاته من الكادر البشري ومن الحاجات المادية. الحكومة الإندونيسية مشكورة تقوم بجهد واضح في تذليل الصعوبات التي تعترض العمل في هذا المعهد، والتعاون مع المعهد ومع إدارته ومع الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي المعهد هو فرع من فروعها، تتعاون معهم الحكومة الإندونيسية مشكورة في محاولة تطوير هذا المعهد والوصول إلى أفضل أحواله. المعهد بحمد الله يعمل منذ 33 عاما في هذا البلد، فقد أنشئ في عام 1400 للهجرة أو في عام 1980 للميلاد، فأصبح عمره ثلث قرن. قدم خلال هذه الأعوام الطويلة الكثير من الخريجين، وبلغ عدد الخريجين حتى اليوم أكثر من 10,000 خريج. نراهم في جولاتنا في الجزر الإندونيسية، نرى كثيرا من الخريجين يعملون في المعاهد والجامعات الإندونيسية ويساهمون في النهضة بهذا البلد. أهم أهداف هذا المعهد هي تعليم اللغة العربية وتعليم الشريعة الإسلامية وتأهيل المعلمين في هذين التخصصين. هكذا بدأ المعهد بدأ فقط في تعليم اللغة العربية، ثم تطور لتعليم الشريعة. يخطط الآن لافتتاح أقسام وبرامج جديدة، فهو يعطي أو يعلم اللغة العربية بمستوى الدبلوم ويعطي درجة البكالوريوس في الشريعة. الآن عندنا موافقة على البدء بعدد من البرامج الجديدة، فهناك بكالوريوس لغة عربية، وهناك دبلوم قانون وأنظمة، وهناك دبلوم إدارة ومالية إسلامية، وأيضا دبلوم تأهيل معلمي اللغة العربية. كل هذه برامج نخطط أن تبدأ إن شاء الله تعالى في العام القادم. الإقبال الذي نجده من الطلاب على الالتحاق بهذا المعهد وجعلنا نتخذ قرارا بأن تكون الدراسة مستمرة لمدة 10 ساعات يوميا، ينقسم فيها الطلاب إلى مجموعتين: مجموعة يبدأون في 7 صباحا وينتهون عند الساعة 12، وطلاب يبدأون بعد الساعة 12 ويستمرون حتى الساعة 5 حتى يستوعب المبنى أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات. المعهد فيه عدد كبير من الطلاب والطالبات، فيه الآن أكثر من 2100 طالب وطالبة، منهم حوالي 550 طالبة وأكثر من 1500 طالب. الطلاب بحمد الله أيضا الأكثرية منهم أو الغالبية هم طلاب إندونيسيون، لكن عندنا طلاب من دول مختلفة. عندنا طلاب من الفلبين ومن تايلاند ومن سنغافورة ومن ماليزيا ومن الصين ومن هولندا ومن فرنسا ومن استراليا. فهذه التشكيلة المتنوعة من الطلاب الذين نتحمل أيضا جزءا أو نتحمل سكن مجموعة منهم. هناك حقيقة الإحصاءات دائما الرقمية والعددية هي التي تكشف عن حجم التطور
في عمل المعهد خلال هذه الأعوام الممتدة. بدأ المعهد ب5 مدرسين ويعمل فيه الآن حوالي 65 مدرسا. بدأ المعهد ب4 موظفين والآن يعمل فيه 50 موظفا، والفصول كانت 7 فصول وأصبحت 50 فصلا في هذا اليوم. فكما تلاحظون أن الأعداد تضاعفت مرات كثيرة. الطلاب بدأنا ب151 طالبا، واليوم عندنا أكثر من 2100 طالب وطالبة يعملون أو يدرسون في المعهد. ولذلك نسبة الزيادة والنمو في أعداد الطلاب تضاعفت على الأقل 5 مرات. فآخر دفعة في العام الماضي كان عدد الطلاب المتخرجين حوالي 550 طالبا وطالبة، بينما كانت أول دفعة 95 طالبا وطالبة. هذا التوسع وهذا النمو في الأعداد وفي القبول وفي المشاريع للمعهد دفع الجامعة والمملكة إلى أن تشتري أرضاً كبيرة على مساحة 26,000 متر مربع ليقام عليها مشروع نتمنى أن ينمو ليكون جامعة مستقلة هنا أو فرعاً لجامعة الإمام يكون فيها عدد من الكليات التي يحتاجها البلد. عندنا عدد من المشروعات التي تتوائم مع هذا التطور والنمو. أول هذه المشروعات هو أننا في العام القادم ربما نفتتح مبنى إضافيا للمعهد، بحيث يكون المعهد في هذا المقر وأيضا في المقر الآخر، وينقسم الطلاب بحسب تخصصاتهم فيدرس بعضهم هنا وبعضهم هناك. أيضا سنبدأ إن شاء الله في الأشهر القادمة في بناء بعض المرافق في أرض المعهد، بحيث تكون موقعا لأنشطة الطلاب، ممارسة الأنشطة غير الصفية. هذه اتفقنا مع إحدى الشركات وسنبدأ قريبا بها. هناك اتفاقية ومذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الإندونيسية لإنشاء 3 فروع للمعهد في أنحاء إندونيسيا، وهذه أيضا يجري الآن الترتيب لها ويجري اختيار المقرات المناسبة لهذه الفروع. بدأنا بفرع في أتشيه بمعهد خادم الحرمين الشريفين في أتشيه، وهذا المعهد بدأ قبل 2 سنين وتخرج أول طلابه الفصل الماضي، وهو معهد يقتصر على مرحلة الإعداد اللغوي، يعني يعلم الطلاب اللغة العربية. ننوي إن شاء الله أيضا اشترينا الأرض في الشهرين الماضيين، تحصلنا على الأرض لإقامة مشروع المبنى هناك على أرض حوالي 10,000 متر مربع، وبالفعل بدأنا بالإجراءات وبدأ المهندسون في تصميمات الخاصة بهذه الأرض، وأتوقع أننا إن شاء الله الآن نصوغ اتفاقية بشكل نهائي بيننا وبين الحكومة الإندونيسية لنبدأ بالفعل في بناء هذه الأرض التي جاء اعتمادها. وهذا أيضا سيوسع من نشاط المعهد، وأيضا سيكون فرصة للطلاب البعيدين لأن يلتحقوا بهذا المعهد. أيضا من ضمن التطور الذي حصل في المعهد أننا افتتحنا برنامج التعليم عن بعد، وهو برنامج لتعليم مناهج المعهد من خلال أو لتعليم مقررات الشريعة بالذات من خلال شبكة الإنترنت، فيستطيع الطالب أن يدخل إلى هذا الموقع ويستطيع أن يطلع على المقررات وعلى المفردات وأن يدرسها وأن يفهمها، ثم يأتي فقط إلينا ليختبر، سواء يأتي إلينا هنا في المعهد أو في الفروع التي ننوي أيضا أن تكون مراكز للتعليم عن بعد. وهذا أيضا التحق لدينا مجموعة من الطلاب، يعني حوالي حتى الآن 150 طالبا وطالبة التحقوا بهذا البرنامج وبدأوا بالفعل واختبروا الفصلين الماضيين، وهذا يعد نقلة نوعية للتعليم عن بعد، لأننا واجهنا أن بعض الإخوة الذين يحبون أن يتعلموا علوم الشريعة لكن ظروفهم العملية لا تسمح لهم، فجاء هذا البرنامج ليلبي هذه الحاجة. يبقى أن أشير إلى أننا في المعهد نقدم
بحمد الله وتيسيره عددا من التسهيلات والحوافز لأبنائنا وإخواننا الطلاب. فنحن لا نطالب برسوم، وإنما ندفع مكافآت شهرية لكل طالب يلتحق للعمل أو يلتحق للدراسة في هذا المعهد، إضافة إلى أننا نوفر السكن لأكثر من 250 طالبا بحيث يكونوا قريبين ويسهل دراستهم. هذه أهم الحوافز التي نقدمها، ونرجو أن تكون معينة لأبنائنا الطلاب ليكملوا تحصيلهم العلمي. أيضا هناك فرص لابتعاث المتفوقين من الطلاب إلى المملكة العربية السعودية ليواصلوا دراساتهم العليا الماجستير والدكتوراه هناك. ويبقى أن أقول إننا سعداء بتقديم هذا العمل في هذا البلد الكريم الذي نتمنى أن يكون عملنا فيه عملا موفقا ودائما.